إخوان، السلام عليكم. العديد من الصحف الإسبانية نشرت بين البارح والبارح بأن ريال مدريد وبرشلونة مهتمين باللاعب برايم رباج الملقب بميسي المغرب المتألق حاليا بنادي تشيلسي الرديف. إن شاء الله الأيام القادمة تصفح لنا على الوجهة ديال اللاعب، وكنتمناوه. أنا شخصيا كنتمنى يمشي لبرشلونة، لأن اللاعب ديال برشلونة كيقرب للاعب ديال برايم الرباج، عكس ريال مدريد. مروا الزلزولي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل مع ستون فيلا، الا ان احسن العرض اللي تعطى ليه حاليا هي مانشستر يونايتد، اللي قدموا ليه مبلغ ديال 60 مليون يورو. وهنا كان صحف اسبانيا كتهاجم برشلونة علاش سمحت في الزلزولي، مع العلم ان برشلونة مازال عندها 50% من العقد نتاع اللاعب. يعني الى تباع ب 60 مليون خداتو مانشستر، البارسا عندها 30 مليون ديالها. ندوزو اللاعب بوعدي، لاعب خط الوسط نتاع ليل الفرنسي، واللي يمثل جميع الفئات ديال المنتخبات الفرنسيه. ان شاء الله غادي يمثل المنتخب المغربي في المونديال القادم ان شاء الله، حيث انه بدل الجنسيه الرياضيه من الفرنسيه للمغربيه، وغادي يكون ان شاء الله حاضر مع المنتخب ديالنا بحول الله. وموضوع اخر ديال حسين رحيمي، شقيق ديال سفيان رحيمي. العديد من المنابر الرياضيه الاماراتيه كتقول بان الشقيق ديال سفيان الرحيمي بغات الامارات تعطيه الجنسيه الرياضيه باش يلعب مع المنتخب ديالها. المهم الله يسهل عليه وعلى كل مغربي وعلى كل مسلم ان شاء الله. حتى لهنا الاخوان الحلقه تكون سالت وقصيره. تخليوا لينا ان شاء الله تعليقاتكم وتشجيعاتكم واشتراكاتكم في القناه باش نقدروا نستمروا وننشروا بحال هذه الاخبار. الى جات على خاطركم، والسلام عليكم.